لو كنت شخص بيجلد ذاته قوي لما يعمل غلطة، او بتحس بالخزي والعار لما بتعمل حاجة غلط، او مش بس بتحس بالخزي والعار، انت بتشوف نفسك ما عملتش حاجة غلط، انت بتشوف نفسك انت الغلط، او ما عملتش ذنب بتشوف ان انت الذنب نفسه. لو كنت شخص بيسعى للبرفكشن وطول الوقت حاشر حاجات في يومه، طول الوقت بينتقد نفسه، بيعلي على نفسه، وصل لحاجة عايز الأعلى منها، عملت كذا عايز الأحسن، مش بتحس أبدا بإنجازاتك، بتنتقد نفسك جدا، بتقلل من نفسك جدا. فالفيديو ده فيه كلام مهم ليك لازم تعرفوا. أنا اكتشفت إيه النهاردة؟ طول عمري حياتي ماشية في واحدة جوه قاعدة ماسكة عصاية بتجريني، اشتغل الصبح، ارجع من الشغل، اعمل غدا وغدا صحي، وبعد الغدا الصحي اقعد اذاكر حاجة، وبعد اذاكر حاجة اتمرن، وبعد ما اتمرن اقعد مع ابني شوية، وبعد ما اقعد مع ابني شوية اصلي واقرا قرآن، وبفضل الف لحد ما بنام. طول عمري بتوتر جدا لما بعيا، لو عندي خطط والعيا اجلها لي، بتوتر جدا لو عملت اي حاجة، لو مودي وحش، لو اي حاجة عطلتني عن البلان اللي انا حطاه، عن الجري اللي انا بجريه. المهم ان انا النهاردة كان اول يوم شغل ليا بعد اجازة، قعدت اسبوعين الاجازة، وكان اول يوم شغل ليا، ورجعت من الشغل تعبانة جدا ومرهقة جدا، وعندي محاضرة النهاردة اونلاين وكان المفروض احضرها. عايزه اقول لكم بقى الناقد الداخلي بقى، الانر كريتيك اللي مطلع عيني ده، كان بيعمل ايه من الصبح؟ من اول ما جيت، من 4 ل5 مثلا بحضر الغدا، فعمال يقول لي اوعي تفتكري انك هتفوتي المحاضرة اللي هتبدأ 6 وتخلص 8، وخلي بالك ان انت عندك كوتشنج سيشن بعدها، اوعي تتخيلي انك هتفوتي حاجة منهم. حتى لو تعبانة اشتغلي وانتي تعبانة، حتى لو انتي حاسة ان مرهقة اشتغلي واسمعي المحاضرة بتاعتك وانتي مرهقة. وبعدين قعدت فكرت، هو انا محتاجة اطبق اللي بتعلمه على نفسي اول حاجة عشان اخد خطوة حقيقية تجاه الناقد ده. انا محتاجة افهمه ان الراحة مش حاجة عيب، وان بطل تجري ورايا، وان بطل تأنبني. فقررت بكل هدوء إن المحاضرة اللي ميعادها من 6 ل8 تتبعت لي بعد شوية وهي متسجلة، وهشوفها وهي متسجلة عادي، وإن الكوتشنج سيشن اللي عندي هتتأجل لبكرة لأن أنا النهاردة تعبانة جدا، وأخدت كمية أدوية ومسكنات كبيرة جدا عشان أقدر أكمل اليوم. فأنا فكرت إنه أنا محتاجة أتكلم مع نفسي بصوت عالي إنه الراحة مش ذنب. انا ما جيتش في الدنيا دي عشان افضل اجري في سباق، اضغط نفسي واشتغل وانا مرهقة، واعمل كل حاجة وانا دماغي فيها 60 حاجة، وما سيبش لحظة في اليوم الا وانا بعمل حاجة. لا، لازم طول الوقت ابقى حاشية اليوم بحاجات مهمة. حلو ان الانسان يبقى productive ويظبط حاله ويشتغل على نفسه ويبقى بيحب التعلم ويبقى مهتم بصحته، وكويس ان انا ام كويسة، بحاول ابقى ام كويسة، بحاول اربي ابني كويس، اهتم بصحته، اعمل اكل صحي في البيت، اعمل حاجات كويسة. بس مش كويس ان انا ابقى طول الوقت بجري في سباق وضغط نفسي قوي كده. هيجرى ايه لو عندي حاجة أأجلها لأني تعبانة ومرهقة؟ وأحترم جسمي وأسمع لجسمي، ولو أنا جسمي محتاج راحة، إيه يعني لما ارتاح؟ انت ما جيتش الدنيا عشان تلف في الساقية دي. أنا ممكن أسعى بضمير في حاجات معينة وربنا يرزقني رزق واسع جدا. ممكن النهاردة أحترم جسمي وارتاح وأقدر تعبي معظم اليوم، وأدي نفسي جزء من الراحة آخر اليوم، وربنا يكون مبسوط مني جدا. ما جيناش عشان نفضل حاسين بالكربجة دي طول الوقت، يبقى في جوانا واحد عمال يجرينا حوالين نفسنا عشان نوصل لإيه. احنا ما جيناش الدنيا عشان نعامل نفسنا ان احنا لو غلطنا غلطة نبقى احنا الغلطة دي. لو عملت حاجة احس بالعار من نفسي، ما اقبلش اني اشوف نفسي انسان كويس تاني. لو غلطنا غلطة
نرفض ان احنا نحاول نصلحها، نرفض ان احنا نجرب تاني نعمل احسن شوية. احنا ما جيناش عشان كده، ما جيناش عشان نعيش في العذاب ده. من اول علامات الصحة النفسية ان انا اكون مرتاحة مع نفسي، ان انا اكون قادرة اتصاحب على الصوت اللي جوايا اللي بينتقدني، بيحسسني ان انا ميؤوس مني، بيحسسني ان انا مقصرة على طول، بيحسسني ان لو غلطت غلطة يبقى انا مفيش مني امل تاني. فقد ايه النهاردة حسيت ان انا ارتحت، والصوت ده فضل يخبط يخبط يخبط، يعني انت هتلغي كذا، يعني انت هتلغي المحاضرة، يعني انت مش تعملي السيشن بتاعتك، يعني انت كذا. قد ايه حسيت براحة ان انا كلمت نفسي انه انا تعبانة، انا محتاجة ارتاح النهاردة، وعادي لما الغي حاجة، الدنيا مش تتهد. انا محتاج احترم ادميتي، محتاج افهم ربنا سبحانه وتعالى خلقنا وهو عارف ان احنا هيجيلنا وقت عندنا نشاط رهيب، وقت انا عندي فتور، وقت انا شغال تحفة، وقت نص نص، وقت ادائي ضعيف. هيبقى عندي اوقات ملتزم فيها وبرودكتيف، وتانية في لو انرجي. اوقات بعمل حاجات صح ومركز وعلى حالي، واوقات تانية ممكن شيطاني يغلبني. الكمالية حاجة مش هنوصل لها. احنا لازم نحترم ان احنا محدودين، لازم نحترم ان احنا بشر. انا مش عايزاكوا تغلطوا وتقولوا خلاص بقى ما انا بشر، او تقصروا وتقولوا خلاص بقى ما انا بشر. انا بس عايزة ان احنا نتعامل مع نفسنا برحمة، ان احنا نقبل ضعفنا ومحدوديتنا، اني اقبل ان انا مش مثالي، اني اقبل ان انا ممكن اتغير، اني اقبل ان انا عادي لما اقصر شوية، واجتهد ان انا اتصرف كويس بس برحمة، مش بجلد ذات. بس كده.